حسيت ان انا ما بعملش اي حاجه لنفسي. الولاد كسروا نص الحاجات من قبل ما اصورها وانزلها اصلا. بابا كده مش بيحبني، اكيد مش هوافق. لا رافضه نهائي. الشهره ولا الفلوس؟ الفلوس، عشان انا بحب ده. انا لما اطلع لايف هما يستفادوا ايه؟ مساء الخير، ازيك يا رنا؟ عامله مساء ايه؟ النور، كله نورتيني. تمام. بنورك يا حبيبتي، ميرسي. عايزين نعرف الناس بس مين رنا، عرفينا كل حاجه تخص حياتك الشخصيه. بصي، انا رانيا خالد، عندي 30 سنه، متجوزه وعندي ولدين، زين ومراد. زين 6 سنين، مراد 4 سنين، ومتجوزه من 7 سنين تقريبا. وانفلونسر بقى عشان انا بحب ده، فاهمه؟ يعني انا بحب اللي انا بعمله، وبحس ان هو بيحفزني كمان كأم ان انا اكمل دوري. يعني بعمل حاجه ليا وحاجه للولاد في نفس الوقت. انت دخلتي مجال السوشيال ميديا بالصدفه، ممكن تقولي لنا دخلتي ازاي وازاي وصلتي للي انت فيه ده؟ بصي، انا كان عندي زين اول ما ولدته خالص، حسيت ان انا ما بعملش اي حاجه لنفسي. وقبلها انا كنت بشتغل، فحسيت لو انا عايزه اعمل حاجه، انا بحب قوي ترتيب البيت والديكوريشنز والحاجات دي. حلو. فبدات من هنا بقى. بدأت ان انا كنت اصلا يعني زي هوم انفلونسر كده. بعد كده بقى الموضوع بدأ يدخل معايا في اللي هو لايف ستايل اكتر، ماميز، حاجات تخص الولاد، حاجات تخص البيت، خروجات، اماكن. قولي لنا موقف بقى فاني حصل كده وانت بتصوري والولاد حواليكي. ده كتير قوي. لا احنا هنقول كتير، نقول عادي. انا مره جالي بي ار بوكس وكله مجات وحاجات كده، والمفروض ان انا اصوره وانزله، فالولاد كسروا نص الحاجات من قبل ما اصورها وانزلها اصلا. كلمت البنت وبصراحه تفهمت الموقف جدا، وصورنا بس اللي كان موجود، وعملت لها بقى بيه ستوريز وحاجات كده، وهي كانت متفهمه قوي يعني بصراحه. لو انت اتعرض عليكي من حد معين تطلع لايف تيك توك، بما ان انت حد معروف وولادك فاني، تفتحي لايف مثلا ساعتين 3 4 بس بشروطك وتاخدي مبلغ مالي محترم او مبلغ مالي كبير، لا هتعملي كده ولا انت رافضه اصلا لا تيك توك انا رافضه اساسا؟ الفكره اصلا. تحبيش التيك توك؟ لا مش بحبه قوي. بلس ان انا ليه برضو ابقى طالعه لايف وانا وحياتي حياتنا كلها، يعني الناس كلها شايفاها بالشكل اللي انا ممكن محبش كده. يعني انا بنزل ريل او ستوري او بوست او كده لحاجه ما هتفيد شخص معين، لكن انا لما اطلع لايف هما يستفادوا ايه؟ محدش هيستفاد حاجه. يعني مش حاسه ان هو فهماكي. حاجه ليها جدوى بصراحه. بس لا، في ناس بتطلع لايفات على تيك توك بتبقى ليها محتوى كويس. لايف، انا طالعه لايف بدي نصايح للبنات. بحس ان انا بحب انزل ده اكتر، ريل، بوست، ستوري. مش ما بشجع اللايف بتحبيش خالص. اللايف لا اصلا حتى لو هيبقى فيه مبلغ كويس؟ لا المغريات دي ما بتفرقش معاكي؟ لا خالص. عرفت ان كانت العلاقه بينك وبين باباكي مش احسن حاجه. لو سألتيني من كام سنة فاتوا ما كنتش هرد عليكي نفس الرد اللي انا هرده دلوقتي. بس لما كبرت وخلفت حسيت ان هو اتفاجئ لما بنته كبرت. عارفة لما تبقى بنته قاعدة بتلعب معاه وبتنام جنبه وبيهزروا وبيلعبوا، فجأة لقى بنته كبرت وعايزة تحط ميك اب وممكن يتقدم لي عريس وممكن كده. هو مش مستوعب اصلا ايه اللي بيحصل، فهو حاسس ان هو كل ما يقفل عليا اكتر هو كده بيحافظ عليا اكتر. بس انا ده كان طبعا ساعات بيضايقني، وحاسه ان هو مش صاحبي، مش قريب مني، مش عارفه اتفاهم معاه، فممكن ابقى اكلم ماما اكتر او كده. بس دلوقتي انا فاهمه قوي احساس ان هو كان خايف عليا ازاي، وكان خايف انه بنته هو مش عارف يعمل معاها ايه في وسط الحاجات اللي بتحصل والحاجات اللي بيسمعها. البنات اللي في سن المراهقه دلوقتي يقدروا يتجاوزوا حاجه يعني اللي انت جربتيها. بصي، ازاي اول يتعاملوا حاجه مع ابهاتهم انه وامهاتهم؟ بجد كل حاجه هم يعني بنبقى فاكرين ان احنا بنعملها في وقت المراهقه ان صح هي يا خطيره. غلط. لا هي بجد مش حاجه حلوه خالص. احنا بس حلاوتها في وقتها، لكن لما بنكبر بنقول هو ايه اللي انا كنت بعمله ده اصلا. وان انا لازم اصاحب اهلي برضو في البيت، يعني نسمع بعض. مش لازم ان هو بيهاجمني ان هو كده مش بيحبني. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. هي فتره المراهقه بس بتبقى صعبه قوي مش قوي اكتر. بصراحه. واحنا كمان بنبقى عايزين نثبت نفسنا اكتر، ولا هو بابا كده مش بيحبني. مفيش يعني في حاجه اسمها الاخر كده. طلع ان الاب والام هم اللي عندهم حق دي واحنا حقيقه، غلط. دي حقيقه. انا اعرف كويس قوي ان انت كنتي متعلقه جدا بجدتك. ممكن تقولي لي ايه الموقف اللي اثر فيكي قوي قوي مع جدتك ولغايه دلوقتي انت مش قادره تنسيه؟ جدتي كنت قريبه منها جدا. في وقت الجامعه كنت بعيش معاها وقت كبير، فهي كان نفسها قوي ان انا اتجوز، وكان نفسها قوي ان هي تيجي عندي بيتي. فانا لما جيت اتجوزت في دور رابع مفيش اسانسير. فجدتي معرفتش تيجي عندي خالص، ودي حاجه انت لا. كنت حابه ان هي تشوف شقتك؟ وهي كانت حابه جدا. هي كانت بتفضل تدعي ان هي تبقى احسن عشان بس عشان تطلع السلم عندي تقدر تطلع لك. بالظبط. ايه اللي لحد حصل ما بقى؟ هي اتوفت وما جاتش بيتي. انا لحد النهارده دي حاجه
مؤثرة فيا يعني، اللي هو حاجة وجعاني، كان فاهماني؟ نفسك الشخص العزيز على قلبك انه يخش بيتك ويفرح بيكي. وساعات لحد دلوقتي ببقى مش مستوعبة ان هي مش موجودة، بس بدعي لها يعني كتير. وفيها ايه لو اتطلب منك انك تخلعي الحجاب؟ اكيد مش هوافق، اللي هو انا بدعي ربنا يخليني اقرب اكتر يعني، مش حتى هبعد. لو هتطلعي في فيلم مع حد مشهور انت بتحبيه؟ لا لا. رافضه نهائي. اه في معاكي كارت فيه اسئله سريعه، تمام. الاسئله دي بنجاوبها باجابه واحده بس. اوكي. الشهرة ولا الفلوس؟ الفلوس. تيك توك ولا انستجرام؟ انستجرام. ترند ولا محتوى هادف؟ لا محتوى هادف. نجاح سريع ولا بطيء؟ سريع. شغل لوحدك ولا فريق؟ لوحدي. عايزه اقول لك انك شرفتيني جدا. ميرسي، شكرا قوي بجد.